الالتهام الذاتي. تخيل ان جسمك جواه جيش من عمال النظافة، بس العمال دول كسالى جدا ومش بيشتغلوا غير لما انت تبطل اكل تماما. العلم الحديث اكتشف ده وسماه الالتهام الذاتي، وعالم ياباني اخذ عليها جائزة نوبل لما اثبت ان الخلية الجعانة بتاكل نفسها. ببساطة الخلية لما بتجوع بتدور على أي بروتينات قديمة، فيروسات ميتة أو فضلات متراكمة جواها، وبتبدأ تلتهمها. هي مش بس بتاكلهم، دي بتعمل لهم إعادة تدوير علشان تحولهم لطاقة جديدة وخلايا أنظف وأقوى. المذهل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الاثنين والخميس والأيام البيض بانتظام، كأنه كان بيعمل صيانة دورية لجسمه. الدين شرع عملية التنظيف دي من 1400 سنة كعبادة، قبل ما الميكروسكوب يكتشفها كضرورة طبية بقرون. يعني وانت صايم جسمك مش بيتعذب، بالعكس ده بيعمل أبديت وتحديث لنفسه علشان يرجع جديد وأحسن من الأول. فسبحان من جعل الصيام طهارة للروح وصيانة للجسد في نفس الوقت. صحة الدماغ والتركيز. ناس كتيرة فاكرة إن الصيام بيقلل التركيز وبيجيب صداع، بس الحقيقة العلمية عكس كده تماما. لما بتصوم مخك بيفرز بروتين معجزة اسمه BDNF، العلماء بيسموه سماد المخ الطبيعي. الهرمون ده بيحفز نمو خلايا عصبية جديدة وبيحسن الذاكرة وبيحميك من الزهايمر والخرف. عشان كده رواد الأعمال الأجانب في وادي اسمه وادي السيليكون بيعملوا صيام متقطع عشان يوصلوا لأعلى درجات الإنتاجية والتركيز، وده بيفسر حالة الصفاء الذهني اللي كان بيوصلها الأنبياء والرسل زمان من خلال الخلوة والصيام. المخ في حالة الجوع بيبقى في حالة تأهب قصوى، زي ما يكون صياد قديم ومركز عشان يصطاد فريسته. الضباب اللي على عقلك بيختفي وبتقدر تفكر في حلول لمشاكلك بشكل أسرع وأدق. الصيام هو المنشط العقلي الوحيد اللي ببلاش ومن غير أي آثار جانبية. راحة الجهاز الهضمي. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، دي مش مجرد زهد، دي أساس الطب الوقائي الحديث. معدتك شغالة 24 ساعة طحن وهضم. الصيام هو الأجازة السنوية اللي جهازك الهضمي محتاجها عشان يرمم نفسه بنفسه. في فترة الراحة دي الأمعاء بتصلح جدارها وبتقلل الالتهابات اللي بتسبب أمراض المناعة المزمنة. كمان الصيام بيعيد توازن الميكروبيوم والبكتيريا النافعة اللي هي المسؤولة عن مزاجك ومناعتك. بمجرد ما تبطل أكل الالتهابات بتقل وجسمك بيبدأ يعالج نفسه بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من آلاف السنين: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. تحذير نبوي من التخمة اللي بتموت القلب والجسد. العلم أثبت إن 70% من مناعتك موجودة في أمعائك، فلما بتريحها أنت كده بتقوي جيش الدفاع بتاعك. وإحساس الخفة اللي بتحسه بعد الصيام هو دليل إن جسمك بيشكرك على الراحة دي. حرق الدهون ومقاومة الأنسولين. طول ما أنت بتاكل هرمون الأنسولين عالي وجسمك في وضع التخزين دايما، يعني مستحيل تحرق جرام دهون واحد. أول ما بتصوم الأنسولين بينزل لأدنى مستوياته، وهنا الجسم بيضطر يفتح المخزن عشان ياخد منه الطاقة. المخزن ده هو الدهون العنيدة المتخزنة في بطنك وفي جنابك. الجسم بيبدأ يسيحها ويحولها لطاقة. دي الآلية الطبيعية اللي ربنا خلقها فينا عشان نعيش أيام حتى لو مفيش أكل. جسمك ساعتها بيتحول لماكينة حرق. الصيام مش تجويع، الصيام هو مجرد تغيير لمصدر الوقود من سكر رخيص لدهون متراكمة في الجسم، وده بيعالج مقاومة الأنسولين اللي هي السبب الرئيسي لمرض السكر والسمنة في العصر الحديث. يعني وانت صايم انت بتعمل فورمات لنظام الحرق في جسمك وبترجعه لوضعه الطبيعي، والنتيجة جسم أخف، طاقة أنقى، وصحة بتدوم معاك العمر كله. تهذيب النفس. الصيام في الدين اسمه جنة، يعني وقاية ودرع. بس يا ترى وقاية من ايه بالظبط؟ هو مش وقاية بس من النار، لا هو كمان وقاية من الشهوات. في عصرنا ده احنا مدمنين دوبامين، مدمنين اكل وسوشيال ميديا وفيديوهات واستهلاك طول اليوم بلا توقف. الصيام بقى بيجي عشان يقطع دايرة الادمان دي ويعلم مخك يقول لا لأول مرة. لما بتقدر تمنع نفسك عن الاكل والمية الحلال يبقى سهل عليك اكيد تمنع نفسك من الغلط والحاجة الحرام. انت هنا بتقوي عضلة الارادة وبترجع تمسك ديركسيون حياتك بدل ما الشهوة هي اللي سايقاك. العلم بيسميه التخلص من الدوبامين، والدين بيسميه التقوى. الاتنين وجهين لعملة واحدة، وهي التحكم في الذات. الصيام هو تدريب روحي ونفسي وبيخليك إنسان حر مش عبد للغريزة بتاعتك. وفي النهاية الصيام هو رسالة بتقولك أنت أقوى مما تتخيل، وجسمك وروحك أمانة تستحق الصيانة ولازم تحافظ عليهم. ودلوقتي ما تنساش تعمل لي اشتراك ومتابعة عشان تشوف الحلقة الجاية. سلام.